سؤال كتير بنتسأله ايه العلاقة بين حصوات المرارة وعمليات السمنة؟ هل عمليات السمنة بتسبب حصوات مرارة؟ الحقيقة ان نزول الوزن هو اللي بيسبب حصوات في المرارة مش عمليات السمنة. يعني لو حد عمل دايت وخس هيجيله حصوة في المرارة، لو حد لا قدر الله جاله مرض وسبب له فقدان سريع في الوزن هيجيله حصوات في المرارة. حصوات المرارة بتحصل بنسبة حوالي 25% بعد عمليات السمنة. السبب الرئيسي ان قلة الاكل بتعمل زي ركود في العصارة الصفراوية داخل المرارة. الركود دون هو اللي بيخلي تبدأ تعمل رمل ثم حصوات. طبعا احنا مش بنستنى ده ومش بيحصل ده، لان احنا بناخد دايما دواء اسمه اورثو دي اوكسيكوليك اسيد. ده بيكون بيمتص العصارة الصفراوية دي وبيزود حركتها وبيمنع ان هي تفضل راكدة جوه المرارة، وبالتالي بيقلل جدا 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 احتمالات تكون الحصوات بعد عمليات السمنة.